بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، جريمة جديدة تهز الشارع اليمني، تهز اليمن عامة وتهز مدينة عدن خاصة. جريمة بشعة لا يمكن يتصورها عقل، والدافع أيضا تافه، واللي يقهرك إنه كل دوافع الجرائم في اليمن تافهة. ما في جريمة تحترم المجرم تقول والله انه يعني كان ذكي. كل الجرائم تفاهة في تفاهة. يعني انا تعبت، اعتقد الشعب اليمني كله تعب. يعني العالم العربي كله الان موسم اعراس، الا اليمن موسم جرائم. لسه ما خلصنا من قضية علا غانم، ما خلصنا من قضية حنين البكري، دخلنا في قضية فاطمة احمد. الان فيديو الجريمة اثناء حدوث الجريمة بالكامل معانا، صور الضحية معانا. لن ننشر كل شيء، هننشر لكم بعض الأشياء التوضيحية، يعني اتباعا لسياسات القناة. قناتنا عائلية وما ودنا هذه المشاهد البشعة فيها. وانتم عارفين الجريمة هذه لو كانت حدثت نتيجة شجار مشادة لسبب أو لآخر في ساعة شيطان كنت هكون أهدأ شوية، ولكن بما أنها جريمة حدثت مع بيات النية وسبق الإصرار والترصد وبمنتهى العنف والقسوة والوحشية، يبقى وسعوا لي وخلوني اخذ راحتي واسمع. اسمع هذه الرسالة موجهة للآباء وللأمهات. مش كل ما هتحصل جريمة هنقعد نحملها للدوائر الأمنية في أي مكان في الجمهورية اليمنية. احنا محتاجين نراجع علاقاتنا مع أبنائنا، محتاجين نراجع علاقاتنا مع بناتنا، نعيد تقييم تربيتنا لهم. يعني معقول يكون ابنك خارج من البيت رايح يقتل، والأب والأم والأخوان ولا حد حاسس بحاجة؟ ما فيش حوارات داخل الأسرة، ما حد يطمن على الحالة النفسية للابن بعد حادثة صدمة نفسية أو عاطفية حصلت له. طيب يعني تعال أحكي لك تفاصيل هذه القضية المروعة. فاطمة محمد، شابة في عمر الزهور، أعتقد عمرها 23 سنة، من مدينة عدن، من حي الشيخ عثمان، تعمل في مول توب سنتر، بائعة في محل ملابس. بنت شاقية على نفسها، شاقية على أهلها، طالب الله بالحلال، مناضلة في هذه الدنيا. معاها زميل آخر في المول اسمه محسن رشاد اليافعي. محسن هذا ذهب إلى أسرة فاطمة وتقدم لخطبتها، طلب يدها للزواج، فهي رفضت الزواج به. يعني عادي، يعني في العالم كله عادي انك تتقدم تخطب واحدة ترفضك، واحدة تحبك في الجامعة وانت ترفضها، عادي يحصل في كل مكان. لكن عند محسن هذا لا، يعني انا اترفض؟ انا ايلون ماسك، يعني شاب وعبقري وملياردير ما تترفضش. طيب بنت رفضت عادي، ما يصير شيء. يعني لهذه الدرجة في ضعف شخصية ونقص عند بعض الشباب اليمني، انه حب امتلاك، انه يا تتزوجيني يا اخلص عليك يا ما تكونيش لحد ثاني. محسن بيت النية ثم دخل على فاطمة في المحل. هذه لحظة بداية ارتكاب الجريمة. هم بيقولوا انه فاطمة اتخبت منه ورا الفاترينا، لكن انا ما رأيته في الفيديو. هي كانت قاعدة على الارض بترتب وتطبق الملابس، هو شافها، دخل راكض الى عندها، لف من ورا الفاترينا وانهال عليها بطعنات بمنتهى الوحشية كذا. كان يرفع يده وينزل عليها. الإصابات معظمها أتتها في الظهر وفي الوجه، اللي أنا شفته أثناء الطعن الواضح في الكاميرا قبل ما تميل البنت ورا الفاترينا 6 أو 7 طعنات في الظهر وفي الوجه، واستمر في طعنها بعد ما طاحت ورا الفاترينا، وفي النهاية ترك السكينة أو الخنجر مغروز داخل عينها وهرب. أيوة، وبعدين لما هربت إيش يعني هتركب آلة الزمن عنابة سنطير وهتروح عالم ثاني؟ يعني ضيعت البنت، ضيعت شبابها، قهرت قلب أهلها عليها وقطعت قلوب الشعب اليمني عليها، وضيعت نفسك. يعني أنت في 60 حريقة، يعني أنت هذا قرار، أنت اتخذت هذا القرار إنه هذه تكون نهايتك، لكن تضيع البنت معاك ليش؟ يعني لهذه الدرجة ضعيف شخصية. يعني رفضتك خلاص نهاية العالم، تروح مرة وتيجي 20 مرة غيرها، قلبتها ما تتعوض. ما هي تفاصيل الرفض في القضية أنا مش عارف، لكن أيا كان ردة فعل الأسرة والبنت ما فيش سبب يؤدي انك، على فكرة، ما يفعل هذه الاشياء الا انسان ضعيف شخصية. تقدمت لها رفضتك، انت واثق في نفسك، عادي، الخلل عندها ما رضت بك، روح شوف غيرها. لكن لا، حب امتلاك، يا لي يا اخلص عليك. يعني ايش في هنا في ايش عند بعض الشباب اليمني؟ هذه نفس جريمة نيرة اشرف.
اللي حصلت في مصر، اللي راح يتقدم لها رفضته، ذبحها في الشارع امام جامعة المنصورة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ضيع البنت تم اسعافها مباشرة الى مستشفى البريهي، ولكنها فارقت الحياة خلاص، انت سايب السكينة جوات عينها. كل هذه الطعنات، كل هذا العنف. يعني احنا محتاجين للآباء ان احنا نراجع. يعني أنا معقول انا اب وام رحنا نخطب لابني، رفضته العروسه، شفناه تعبان نفسيا، ما حد يقعد معاه، ما حد يواسيه، ما حد يتكلم معاه، ما حد يوعيه، ما حد يرشده، ما حد يتعامل مع الحاله النفسيه السيئه، يخلوه لما يروح يقتل وما فيش مبرر، يخلوه يروح يقتل. يعني في التربيه احنا للاسف عندنا سواد عظيم من الشعب اليمني جاهل، نتيجه 40-50 سنه من انظمه سياسيه فاسده خلت الشعب جاهل. لا تعليم عدل، لا تثقيف، والثقافة غير العلم. قد تكون معك دكتوراه في الطب لكنك ثقافيا حمار، وممكن تكون إنسان أمي زي بعض الأجداد تقعد معاه كأنك قاعد مع بوذا في الحكمة اللي في عقله. عندنا احنا محتاجين ثورة وعي، محتاجين ثورة ثقافة، محتاجين ثورة تربية. احنا خلف ورمي للشارع، خلف ورمي للشارع. هكذا انتهت حياة فاطمة محمد. جرمها الوحيد في الدنيا انها رفضت ترتبط بشاب لم تراه مناسبا. ما هي تفاصيل هذه الجزئية في القصة نحن لا نعرف، لا ندخل بيوت الناس، ولكن المعروف انها رفضت الارتباط به. عادي، شوف غيرها عادي. لكن في اليمن، مش في اليمن، احنا اليمن يعني الحمد لله الايمان، ولكن يطلع لك نثرات ما تعرف من فين تجيك. تكون انت لسه مخلص قاعد تتابع قضايا اخرى، يا دوب قررت تاخذ راحه، فجاه يجيك ملطام من الناحيه، ما تعرفش الملاطيم من فين تجيك في البلد هذه، تقعد تتابع القضيه هذه والقضيه هذه. محتاجين من ائمه المساجد حقنا يشدوا حيلهم معانا، وزارات الاوقاف تشد حيلها معانا. صارت خطبنا كلها سياسه، اعمل خطبه سياسه وخطبه وعوا الشباب. ما احنا ايش ناقصين احنا؟ الوضوء والزنا وحلق العانه وقص الاظافر. محتاجين نعاصر مشاكل الشباب، محتاجين في المنابر، في القنوات، في الإذاعات، في الصحف، في وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا نعاصر مشاكل الشباب ونوعيهم. يعني هنتابع ايش ولا ايش؟ احنا هنحاول نتابع هذه القضية ونشوف مستجداتها. تم إلقاء القبض على محسن اليافعي، تم إلقاء القبض عليه، يعني أكيد شكرا للأجهزة الأمنية. أود أن أنوه أيضا أنه في قضية الطفل علا تم إلقاء الأب على الأم وزوجة الخالة. هذا الكلام تم إلقاء القبض عليهم قبل أسبوع وليس أمس. اللي طلعوا اليوتيوبر يقول لك أنه تم إبلاغ الدولة والدولة دعمت، كلام فاضي. الدولة اعتقلت أهل علا غانم من قبل ما تصبح القضية ترند أصلا. فأنا أهني كل الأجهزة الأمنية في اليمن على ما تفعل، ولن نحمل كل الجرائم للأجهزة الأمنية للأمانة. في ختام هذه الحلقة هذه لكم مني تحية، أنا أيمن زفت، أراكم على خير.